بالتأكيد، فكل شيء في خلق الله يعكس الحكمة والإتقان. تخيل أن السبحة تمثل العائلة بطريقة رمزية. بهذه الصورة تكون العائلة متماسكة كحبات السبحة، لا تكتمل إلا بترابط أعضائها، وكل فرد له دوره في الحفاظ على وحدتها وجمالها. الأب هو أول حبة في السبحة، فهو الأساس والبداية، تماماً كما يقود العائلة ويوجهها. الأبناء هم الحبات الصغيرة، متشابهون لكن لكل واحد منهم طابعه الخاص، يكبرون ويكونون وحدة متماسكة. الأم في هذه السبحة ليست مجرد الخيط الذي يربط الحبات، بل هي الروح الخفية التي تمنحها الحياة. بدون الخيط تتناثر الحبات وتضيع، تماماً كما أن العائلة بدون الأم تفقد تماسكها ودفئها. هي التي تتحمل شد وقوة التسبيح، كما تتحمل ضغوط الحياة بصبر وحب. رغم أنها قد لا تكون الأبرز ظاهرياً، إلا أنها القوة التي تبقي الجميع معاً، تحيط بهم بحنانها، تربطهم دون أن تقيدهم، وتمنحهم الأمان دون أن تطغى عليهم. ولو انقطع الخيط لا تعود السبحة سبحة، بل مجرد حبات متناثرة. هكذا هي الأم، إن غابت شعرت العائلة بالضياع. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.